مواقع عمل. تحية نضالية على حضوركم هذا الذي يعبر على وعينا جميعا بالمخاطر التي تحدث بمستقبلنا جميعا. إخواني أخواتي، سارعت السلطات إلى حضور واستحضار مجموعة من القوات أمام وقفة احتجاجية لموظفين يطالبون بحقوقهم. ولو كانت تسارع السلطات لحل مشاكل القطاع لكانت قد أعفت نفسها من كل هذه الترسانة وتنقيلها إلى باب مؤسسة مفروض فيها أن تزرع الانشراح والسرور لدى القادمين إليها، بدل أن تترسخ صورة قمع ينتظر موظفيها. ونقول لهم: لقد تعرضنا لقمع وحشي خلال مسيرتنا في الرباط 19 يوليوز، ولم يثنينا ذلك عن الاستمرار في مسيرتنا النضالية. وإذا كان هذا التواجد هو لمنعنا من الخروج إلى الشارع، نقولها بالوجه المكشوف وبالجرأة المعهودة أننا لم نقرر مسيرة، وقررنا وقفة، وحين نقرر مسيرة سننفذها انطلاقا من التزامنا أننا حين نقرر فإننا ننفذ. ويستمر الوضع على هذا موعدنا فعلا في مسيرة خارج المؤسسة ونتحمل تبعاتها آنذاك. كذلك نعلن تضامننا باسمنا، باسمكم، باسم كل موظف القطاع مع الشعب الفلسطيني أمام الهجوم والتقتيل الذي يتعرض له بشكل يومي من طرف الآلة الصهيونية، والعالم كل الأنظمة تتفرج. فلسطين الأبية والوجدة تحية، فلسطين الأبية والوجدة تحية، فلسطين الأبية. قلت يتم تقتيل الشعب الفلسطيني، نساء ورجالا، شبابا وكهولا، صبيانا وعجائز، في المدارس، في الملاجئ، في المستشفيات، في الشوارع، في الأحياء، والعالم يتفرج من جنوبه إلى شماله، من شرقه إلى غربه. أي كيف نستطيع الآن أن نبني إنسانا في عالم وحشي نترك للوحوش أن تفترس ضحاياها أمام أعيننا نهارا وليلا؟ نعلن كذلك تضامننا مع طلبة كلية الطب على المستوى الوطني باعتبار معركتهم ليست معركة لوحدهم، وإنما مطلبهم هو من أجل حفاظ على مهنة قد نحتاجها جميعا، وهي تخريج أطباء أكفاء بدل التقليص في سنوات التدريس ويديروا لنا لا فورماسيون تاع كل 8 مينوت، ونبقاو حنا كمواطنين غادي نعيشوا هذا، لان ملي غادي يتخرجوا هذوك غادي نكونوا حنا هذيك الساعات وصلنا كما يقولوا الفراش الموت، كلشي غادي يمشي للطبيب. اذا معركتهم هي معركة الشعب. نعلن كذلك تضامننا ودعمنا لطلبة المعاهد العليا لمهن التمريض، خاصة في مطالبه المشروعة، ضمنها توفير شروط جيدة للتدريب البيداغوجي والتدريب التعليم البيداغوجي والتدريب، كذلك التعويض عن التداريب، وتوفير فرص عمل كافية لعدد الخريجين.
ومن هنا قد يتساءل البعض: ما العلاقة بين مطالب وطنية والمطالب المحلية؟ إن العلاقة الأساسية والأرضية التي ينبني عليها الكل هي كرامة الموظف. فبيعنا أو تفويتنا لما يسمى بالمجموعات الصحية الترابية هو الرمي بنا إلى مخالب الاستغلال، إلى مخالب وحشية النظام الرسمي. والإخوان اللي اطلعوا على ذيك مشاريع قوانين اللي تسربت يعلمون الآن جيدا ما ينتظرنا إن تم فعلا تنفيذ أو تنزيل تلك القوانين، باعتبار أن السلطة كاملة هي لمدير أو رئيس المجموعة الصحية الترابية، والموظف ما عليه إلا أن يخضع. إذن حين نطالب برفضنا لتفويتنا كما سموها النقل إلى المجموعات الصحية الترابية ليس عبثا ولكن لأننا نعي المخاطر التي تحدق بنا. ولا شفتوا كاين واحد النص بأن المدير تما يمكن يعزل الموظف لا مجلس إداري بلا والو. بمعنى آخر هذا الوضع اللي باغيين يرميونا ليه كونوا متيقنين بأن اللي دفع شهادة طبية يقولوا أنت ما بقيتش تصلح، واللي عنده ولد ولا بنته دائما مريضة ولا باه يقابلوا غادي يقولوا ما بقيتش تصلح، وتبقى ديك ساعة العصا كل واحد اللي تنظر. إذن حنا بالنسبة لنا حين نرفض هذه القوانين الجديدة لأننا نعي خطورتها ونطالب باستمرارنا في نظام الوظيفة العمومية تابعين لوزارة الصحة. نحن أبناء وطن ولسنا لقطاء باش يبقاو يرميونا. حنا أبناء وطن ندافع عن الوطن، ندافع عن حقنا، كندافعوا على حق الشعب المغربي، حقه في العلاج، لأن بدوننا حنا ما يمكنش تحقق هذا المطلب. وبالتالي كنعتبروا معركتنا هي كل الغيورين على قضايا الشعب المغربي. والتسعيد وهذا صوت القواعد، التسعيد وهذا صوت القواعد، التسعيد وهذا صوت القواعد. وحين تكلمنا عن المطالب المحلية وعلاقة هذا بذاك، راه عندنا مسؤولين يمكن غير يوصلوهم ديك القوانين وهما سبقوا لهم، ما سناوش عاد واش تم المصادقة ولا هما بداو يطبقوها. بدا دابا مسؤول كيتعامل مع موظف كأنه خدام في الفيرما عنده. انت ما بغيتكش تكون هنا خصك تمشي لهيه، وانت ما بقيتش عاجبني هنايا سير تحفر البطاطا وهذا يمشي غير السلس. ما عرفناش مع مرة حنا خدامين، باعتبار ان هاد المسؤولين ما بقاوش ياخذوا القانون كمرجع. والمهزله اللي كان غادي يدير المدير عندنا دار اجتماع اللجنه ما كايناش باش يقبض واحد 5 ولا 4 الموظفين باش يقول لهم سيروا دبروا على راسكم، كاننا كنا خدامين في شي فيرما وغادي يقول لهم سيروا قلبوا في شي فيرما اخرى. انها اقصى درجات الانحطاط للمسؤول واقصى درجات الاستهتار بكرامه الموظف. كذلك عندنا موظفين أصابهم الله بمرض أو أبنائهم، المسؤول لا يكلف نفسه حتى يهز الهاتف ويقول ذاك الموظف كي راك داير في حياتك الصحية، كي داير في معنوياتك، ولكن يسارع إلا قالوا له ذاك الموظف السيرتيفيكا ميديكال كيسارع باش يقول له غدا تصبح بلا كوميسيون ميديكال، كيسارع باش غدا يدير له لي طريق اكسبليكاتيف، كيسارع باش غدا يدير له اقتطاع التغيب غير مبرر. هذا هو المسؤولين اللي عندنا. نقاط اخرى يبقاو يصدقونا ويقولوا لنا لان حنا نعلن مواقفنا جهرا. قال لك الكوميسيون تبقى تشوف لي لابسونتيزم، خصهم يعرفوا بان حنا ما كنغيبوش. علاش ما نقدوش نغيبوا؟ لان حنا خدمتنا مع المريض. لابسونتيزم ما كيكونش عندنا، كيكون عند المسؤولين الكبار. ملي كيديرني انا في سيرفيس وخدام 12 ساعه ما كيقولش ذاك الموظف وحده ما يقدش، خصني ندبر شي موظف اخر يزيد. كيقول لك لا انت كافي. واش تقلبني انا في 6 القسم واش خرجت ولا باقي؟ وذاك اللي غادي يجيبوه للكوميسيون يراقبنا
ما كيجيش حتى هذيك الوقت لا كوميسيون ويجي يدور شكون غادي. اذا نقول لهم بوضوح راه الا جات شي كوميسيون دور في المستوى كلها في تعليم المراكز الصحيه ولا في الادارات الصحيه، كونوا متيقنين بانها غادي تطلق شعله تاع الاحتجاج، ماشي لاننا نتغيب، لان بداك الشكل يحتقروننا. حنا ما كنهربوش نجي نقلب عليا واش كاين ولا ما كاينش، يجي يسالني على الخدمه ديالي وانا اشير. المسؤولين كتوصل لهم الخدمه كاع هاد المصالح، الشكايات كاع هاد المصالح المرتبطه بالمهنه، وكنقول كلش ماشي كنعني غير بالطريق. واش عمر شي مسؤول وصلوا شي تقرير من شي مصلحه وعيط الرئيس مصلحه ويناقش معاه ديك المشاكل والحلول؟ طبعا لا. وهنا اعرج على ما عاشه مستشفى الفارابي خلال العواصف الرعديه الثلاث، وبقينا بحال مسقفين بالغربال، اضافه الى المخاطر اللي ممكن تنتج على ديك السيالات سواء بالنسبه للموظفين او المرضى او الاجهزه الطبيه. هل جاءت لجنه ليلا بشكل مسرع واستعجالي؟ لا. عيطوا لشي واحد ديك اونتروتيان بوليفالون بقى كيدير يقول لك ما عرفتش وخلاوها ورقتها كتبني تجي الشتاء وتبقى تطيح. حاجه اخرى بالنسبه لشركات المناوله، وانا نقول للشركه اللي شكات فيها انا، شركات المناوله حتى شركه ما كتحترم السيرفيس وكتخلص، أليس هذا فسادا مفضوحا؟ أليس هذه جريمة هدر العام مكتملة الأركان؟ علاش ما كيفتحوش التحقيق ويديروها في البيانات؟ والإدارة العاجزة تجمع البريزة، الإدارة العاجزة تجمع البريزة، الإدارة العاجزة تجمع البريزة، والإدارة العاجزة تجمع البريزة. وحنا كنقولوا هذا لأن حفاظ على صحتنا. ملي كنلقاو لي سيرفيس كيتسيقوا بالماء حتى لوجابين ما كاينش، كي غادي يكونوا الجراثيم تما؟ دوك الجراثيم يمكن نمرضوا بها حنا، يمكن نديوهم لاسرنا. ما كنقلبوش على ليكس، كنقلبوا على المعايير العلميه لممارسه مهنه في مؤسسه صحيه ومستلزماته. اذا تجي تحاسب موظف وما كتجيش تحاسب شركه اللي مخلصها. ملي تكلف على النظافه نفس الشيء غادي نقولوه على الاخر دي شيء ميديكو، نفس الشيء نقولوه على اللولانج. لولانج صار كيديروا في كرتونه في البلوك، في البلوك اوبيراتوار كاينه كرتونه. لا السال ولا الشبراب كيمشي في طوموبيل وحده. إذن ها الحوايج إلا بغاو يديروا لي زانسبكسيون، ها اللي إلا بغاو يحاسبوا. أما حنا كنعطيو جهدنا لأننا ماشي كنخافوا من المسؤولين، لأننا مقتنعين بجوهر مهنتنا الإنساني. سيتادير راني منين كنخدم بوحدي وما كنسمحش في المرضى، ماشي لأن خايف شي يمشي مسؤول، لأن الضمير ديالي هو اللي كيدفعني على أساس أن نخدم مع داك المريض، لأن غدا نكون أنا، يكون با، يكون ما، تكون بنتي ولدي إكسترا. إذا نحن اليوم اعتبرنا هذه الوقفة هي وقفة إنذارية، وحنا يقينين راه جايين وقفات أخرى بعدك على هاد الشيء جاي السطيولة كاع على هاد القانون اللي باغيين يديروا، لأن الإدارات اللي ما مسوقاش. وإلا شفتوا دابا دوك اللجان اللي كانوا يديروا ولاو كلشي روبورتي، المهم الحاجة اللي عندهم هي كلشي روبورتي، ماشي روبورتي غير تنزيل القوانين، تنزيل القوانين ماشي روبورت. اللجان ولا تناقش شي حاجه مشاكل الموظفين، لا هذيك ماشي، هذيك روبورتي ما عندناش الوقت ليها. اذا حنا كنقولوا معركتنا ابتدات ولن تنتهي، فيكونوا مستعدين نحن كشغيله مختلف فئات. راه اليوم ما بقاش فرملي وطبيب ومتصرف وتقني مساعد تقني مهندس مساعد طبي اطار عالي،
ما بقاتش هاد الحوايج، لان القانون غادي ينزل علينا كاملين ويصفينا كاملين. اذا المعركه الان معركه هي تجاه عدونا المشترك. بيناتنا ما خصش يكونوا اعداء، بيناتنا ما خصش يكونوا اعداء. وكل من يحاول افشال معاركنا النضاليه نعتبره طرفا من اعدائنا. وبالتالي مرة اخرى حتى لا اطيل عليكم، نحن رهن اثاره الشغيله وليس احدا اخر، ملتزمون بالدفاع على مصلحتها مهما كلفنا ذلك من ثمن. سنقاوم، قد نخسر المعركة ولكن نخسرها آنيا ونقدروا نرجعوها مستقبلا. ولكن بالنسبة لنا اللي أساسي هو أننا لن ندعم، لن نخضع ولن نيأس، لأنهما بالضبط باغيين يزرعوا اليأس فيناتنا. كنقولوا راه صافي يمكن هذا ما نديرو، جا اشتغل تنزل والقوانين. التعليم راه فات القانون وخرج الجريدة الرسمية. وحين استجهض رجال ونساء التعليم قواهم في مسيرات شعبية بالرباط وبالمناطق والجهات والأقاليم كانوا ملزمين أنهم يسحبوا ذاك القانون وعاودوا يعدلوه. إذا لا شيء مستحيل، لا شيء مستحيل، كل مرتبط بإرادتنا. أي معركة نعتبرها معركتنا جميع، كل شيء ملزمين أننا نعبوا نجاحها، نضيعوا ساعة ساعتين إلى غير ذلك، ولكن ملزمين جميع أننا ننجحوا معاركنا. السلطات كنقول لهم بالنسبة لنا حنا مستمرين في معاركنا بكل الأشكال التي نقررها نحن وفق قناعتنا وفق طاقتنا. وكنقول لهم هذا الشيء اللي كنقولوه واللي كيجي في بيانات يجب فتح تحقيق فيه ومساءلة المسؤولين عنه، لأن توقيف المعارك هو استجابة ومطالب نساء ورجال التعليم ورجال الصحة مختلف مواقع عملهم، إدارية أو مستشفيات أو مراكز شفائية أو مراكز صحية، مختلف فئاتهم. نحن دائما معكم، وتحية نضالية، وشكرا لكم جميعا.